ومين قال ان اللي بيتعب يلاقي واللي ما بيتعبش ما يلاقيش؟ يا جماعه في ناس شقيانه طول عمرها والله وطفحه الكوته وعاشت وماتت في فقر ومرض وحرمان، وفي المقابل في ناس اتولدت في بوجها معلقه ذهب وعمرها حتى ما نزلت منها نقطه عرق، ومع ذلك عايشه هي واولادها واحفادها في نعيم الى يوم الدين. يبقى الرزق مش معادله حسابيه يا جماعه اسمها اتعب يساوي تلاقي، لا الكلام ده ما حصلش. الله يرزق من يشاء بغير حساب. فحكايه انك اتعب تلاقي والكلام ده لو انت حطيتها في دماغك هتلاقي نفسك بتقارن نفسك بغيرك وتقول انا تعبت اكتر يبقى استحق اكتر، وممكن الكلام ده يحسسك ان ربنا سبحانه وتعالى مش عادل والعياذ بالله. لكن لما تآمن ان ربنا هو اللي بيوزع الارزاق بحكمته وانه اعلم بمصلحتك منك، قلبك هيهدى وهتطمن. وبرضه في مفهوم غلط بالمره الناس عماله تكرر فيه، وهو ان كل واحد واخد من الدنيا دي 24 قراط، الجمله اللي قالها الفنان حسين الشربيني في فيلم جري الوحوش. لكن الكلام ده لا هو قرآن ولا هو سنه ولا هو واقع، لأن في ناس ربنا رزقها المال والصحة والجاه والذرية، وفي ناس فقراء ومرضى وطريح فراش طول عمرهم لحد ما يموتوا. احنا ما نقدرش نحط قواعد من عندنا ونسيبها لربنا سبحانه وتعالى. القاعدة الوحيدة اللي لازم نعرفها ان ايه؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ربنا يفعل ما يشاء بحكمة قد ندرك منها شيئا وقد يغيب عنا أكثرها. ودورك في الدنيا دي واضح، اسعى واجتهد وخد بالأسباب، ولو ربنا سبحانه وتعالى وفقك فاحمده، ولو اتأخر التوفيق برضو احمده، لأنك بتعبد ربا حكيما مش قواعد البشر حاطينها. وارضى بقضاء الله من غير ما تبطل سعي ولا تيأس من فضله، فالرضا لا يمنع العمل والعمل لا ينافي التوكل. دمتم سالمين.